سلام، ان شاء الله تكونوا بخير. وصفتنا اليوم زاليغو ولا لوبيا خضراء. كل منطقه في الجزائر كيفاش تسميها. بمرقه حمراء تجي ملبيه شهي. تبعوا معايا الوصفه وطريقه التحضير. في طنجره حطيت شويه زيت، سخنته وجبت الزاليغو، رايحه نشحطو ولا نقليه مليح. وتقدروا في هذه المرحله تفوروه، يعني ما كلاه تقليوه. انا هذه النوعيه تاع الزاليغو شريتها من المجمد، وصراحه البنه جاتني كيف كيف. خيروا برك نوعيه ولا ماركه تكون مليحه. بعد ما تقلى زاليغو رايحه نحيه من الزيت، ونجيب حبه تاع بصل وسنينه ثوم كنت رابيتهم، نقليهم ومن بعد نزيد لهم الدجاج ولا تحبوا اللحم، يعني كل واحد بواه يحب يطيب. نقليه هو تاني مليح مع البصل، ومن بعد رايحه نضيف لهم حبه تاع طماطم مرابيه ومغرفه كبيره طماطم مصبره، والتوابل اللي هي ملح، فلفل اسود، فلفل احمر وكزبر. تقدروا تضيفوا تاني فلفل احمر حار يعني للناس اللي تحب الحار. نخلطهم مع بعض ونغطيهم ونخليهم يتقلاو على نار تكون ضعيفه حتى كامل المكونات يطلقوا الماء تاعهم. لهنا السر الاول باه تجي الماكله بنينه هي التقليه. لازم تخليو الدجاج يتقلى مليح ويطيب نص الطياب تاعو في الماء اللي تطلقوا البصله والطماطم. ومن بعد رايحه نزيد كاس ونص تاع ماء، ما تكتروش باه الماكله تاعكم ما تجيش كيما نقولوا ما يسوق الماء ولا شورورو، كل واحد كيفاش يقول. ونغطي ونخليهم على نار متوسطه يكمل الدجاج تاعنا الطياب تاعو والمرقه تختار. ومن بعد رايحه نحي الدجاج باه ما يتفتتش، ونرمي الزاليغو نغطي عليه ونخليه على نار متوسطه يكمل الطياب تاعو. انا هنا ما نصفيش المرقه، راه كلش مرابي في الرقيق، ولا تحبوا في الاول ترحيو كلش ولا تاني تحبوا تصفيو، يعني كل واحد ولا كل وحده والطياب تاعها. وهذا هو الطبق تاعنا لنهار اليوم، واجد زاليغو ولا لوبيا خضراء. قولوا لي في التعليقات في الولايه تاعكم كيفاش تسميوه. جا ما شاء الله يقطر بالبنه. الدجاج كنت حمرته في مقله مع شويه زبده، وزينت الطبق بالمعدنوس مقطع. انا ضروري المعدنوس يكون عندي في الماكله. نتمنى وصفه اليوم تكون نالت اعجابكم. خلوا لي رايكم في التعليقات، واللي اول مره يشوفوا قناتي اشتركوا في القناه. وبصحتكم.